سلام عليكم أعزائي المشاهدين. ضبط مياه زمزم بمدينة مغربية. إلى تفاصيل. تم ضبط كمية كبيرة من مياه زمزم المغشوشة في حي الأحباس بالدار البيضاء ومنطقة أخرى، حيث كانت تستهدف بيعها للحجاج والمعتمرين في متاجر مخصصة. لا يزال التحقيق جار للعثور على أفراد الشبكة المتورطة في ذلك. تمت مداهمة مخبأ سري في دروه بالتعاون مع السلطات المحلية وقوات الدرك الملكي. تم ضبط كميات كبيرة من مياه زمزم مغشوشة وأكياس من العسل الملكي. تم الحصول على معلومات قيمة تفيد بوجود مخبأ سري لتجزئة الوحدة 2، حيث يتم تعبئة مياه وعسل غير معروف المصدر في قنينات بلاستيكية بأحجام مختلفة وبيعها كمياه زمزم وعسل ملكي. تم تشكيل لجنة تضم أفرادا من الدرك الملكي ومصلحة حفظ الصحة للتحقيق في البلاغ، وتمت مداهمة الموقع المشتبه به. تم ضبط ورشة سرية تحتوي على آلات وعاملات. تم ضبط حوالي 6000 قنينة مملوءة بمياه زمزم بأحجام مختلفة، وحوالي 5000 قنينة فارغة، وعدد من الآلات الميكانيكية المستخدمة في تعبئة الزجاجات. تم أيضا ضبط حوالي 120 كيلوغراما من العسل المختلط بمكونات غير معروفة و2000 لتر من مياه غير المعروفة المصدر. تم ضبط مواد سائلة أخرى أيضا. في النهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة.